السلام عليكم، صباح الخير، صباح النور، صباح التيسير، بونجور اتوس، الزوله في اللون ما يتعنام. ايوا ارنب اليوتيوب يسلم عليكم من هنا ويودع هذا المكان الجميل. هذا هو النهار اللي كندير من المباشر في الاستراحه ديالي. اليوم جيت للخدمه يعني البارح. عوض ما ندير لكم البث. قلت نصور لكم من الفوق البلاصه اللي المنبع ديال داك النهر اللي كتشوفوا معايا. الاغلبيه تيقول لك نهر ما كيتحركش، فيه الماء بزاف، ولكن غير هما كيفرقوا الماء، راه المنبع ديالو من هذا المكان. ونتمنى راكم بخير وعلى خير، ونلقاكم الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. اليوم اخر نهار في الخدمه، ان شاء الله ما يكونش اخر نهار في حياتي. وقلت نشارك معكم هاد البلاصه الجميله. غادي نتوحشها والله، الا غادي نتوحشها، لانه عندها بزاف ديال يعني بلاصه كنخدم فيها، والمكان اللي كنستريح فيه، والمكان اللي كنجلس وكنتواصل معكم، كندردش معكم، يعني فيه ذكريات جميله جدا. شوفوا لي ما شاء الله تبارك الرحمن. راه غير هما الماء كيسدوه الفوق كيوزعوها كوش دغوات، داكشي باش كيجيكم داك النهر انه ما كيتحركش، جامد هكا. اما راه الماء ديالو نقي وما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا نتوما ديما حب الاشتراك، ونودعوا هاد البليصه هادي. ان شاء الله نجي ليها شي مره اخرى باش غير ندير بيكنيك ولا شي حاجه. اما الخدمه يوميا صافي انتهى العقد اليوم. كنقول لكم اليوم راه حاطه لكم الفيديو، ولكن العقد البارح. هانتوما شوفوا لي على منظر داك الجسم اللي كيبان لكم من بعيد. ايوا هذا هو الشكل. ما شاء الله تبارك الرحمن، الطبيعه عندهم شي حاجه روعه، وربي كرمهم سبحان الله العظيم. وان شاء الله غادي نمشي للدار، وغادي نشارك معكم واحد الطبق قنبله الفيتامينات ان شاء الله، وصحي وبسيط، ودائما مع البساطه والاشياء المفيده للصحه. اش غادي نقول لكم؟ الله يديم عليكم الصحه والعافيه، والله يرزقكم من حيث لا تحتسبون يا رب، وإياكم ان شاء الله. اكيد اليوم انتهى هذا العقد، ولكن ربي غادي يجيب حاجه اخرى ان شاء الله. الابواب ديال الله ديما مفتوحه. اشجار ديال في الليل ما عرفتش واش كتبان لكم، بقيت كنهز عنقي حتى ضرني ديك الفقرات ديال العنق. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن. ايوا نضرب بكم دويره هكا تشوفوا هذا المنظر من هاد الجهه الاخرى، وان شاء الله نمشيو للمطبخ باش تشوفوا معايا الطبق اللي غادي ندير لكم اليوم. كله فيتامينات، كله صحي، وكيليق الواحد. غادي تشوفوا. يلا على بركه الله، بسم الله تبارك الرحمن. انا جيت للدار، انا جيت هانتوما العدس منقوع في الماء. البارح نقعته بالليل قبل ما نمشي للخدمه. غادي نحتاج شويه ديال البقدونس. وهذه اول مره في اليوتيوب، انا متاكده. غادي نخضر لكم العدس بالبيتراف. سمعتوني مزيان، البيتراف، الشوندار، الباربا، كل واحد واش تيقول ليها. كنعرفوا العدس والباربا فيهم فوائد كثيره، خصوصا لفقر الدم. وان شاء الله غادي نشارك معكم في الطنجره. راني درت شويه ديال البصله والثومه بنت لاله، الشومه والبابريكا والخرقوم، وشويه ديال القزبر حبوب، وشويه ديال الابزار. الملحه ما نديروهاش ماشي دابا، لحقاش كنعرفوا العدس ما خصوش يدار ليه الملحه دغيا دغيا باش يطيب. وزيت الزيتون. بعد ما شحرت ديك البصله ودوك التوابل. دائما السر ديال التعليكه ديال الاطباق انكم تخليو ديك البصله تشحر على خاطرها. ودابا غادي نضيفوا القطع ديال البربه. البربه راه ما طايباش، راه باقا خضراء. من الاحسن تاخذوا البربه باقا خضراء باش تطلق لكم دوك المنافع. لحقاش انا ضد البربه اللي كتسلق في الماء وكنرميو بداك الماء عاد باش كناكلوا البربه، يعني ما استفدنا حتى شي حاجه. والفائده في داك. ودابا راه عندي الماء غليان، غادي نخليها تقلى واحد شويه، ومن بعد غادي نرويها بالماء غليان. كما قلت لكم البربه فيها فوائد كثيره لا تعد ولا تحصى للجهاز الهضمي ولا سميتو والفقر الدم. زوينه مع العصير. مع دابا بعد ما غلى ليا داك الماء، غادي نضيف دابا العدس. دائما راه باقي ما ضفتش الملحه حتى كيتغلى واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق عاد باش نضيفوا الملحه، باش ما يتشتتش لينا داك العدس ويجي قاصح في الطياب. ايوا هانتوما يا سلام، هانتوما شفتوا ساهله ماهله. الزيت وشويه ديال التوابل
دائما مع البساطه. وغادي تشوفوا الشكل النهائي، غادي نخليوها تعلك واحد شويه. شفتوا القطع ديال البربه ما شاء الله، ها نتوما، ها القويميله ديالي، ها الغديوه ديال الارنب طابت. ايوا كنبغي نضحك معكم اخوتي. كندير واحد الفلفله الحاره للناس اللي كيبغيو الحرور. طبق ولا اروع، صدقوني. ما كيتغيرش المذاق ديال العدس انكم تخافوا انه البربه ولا شي حاجه. كيجي واحد اللوين، ما هو احمر، ما هو شي حاجه روعه روعه روعه. وحنا الاهم من هذا الشيء كامل، من المنظر وداك الشيء، هو الفيتامينات. وطبق صحي وبسيط وفي متناول الجميع. غير هو نصيحه، ديروا البربه باقا خضراء ماشي طايبه. ها انتم شوفوا ليا يا سلام، ها انتم. ودابا ان شاء الله غادي نديروا شويه ديال الكمون، وغادي نديروا واحد الخويط ديال الزيت بلديه، واحد الرشه ديال الحرور اللي كيبغي الحرور. وان شاء الله نتمنىكم تخفيف هذا الرفع على قلوبكم، وديما كتستافدوا من الفيديوهات ديالي. والا ما عجبتكم شي حاجه قولوها ليا، عندكم شي اقتراحات قولوها ليا. مرحبا بالنقد البناء، اكيد دائما مرحبا بالنقد البناء. والله هانتوما شوفوا لي على تعليق، انا كنبغي البلول. كتقول لي الوالده مرغان زيدي مرغان زيدي مرغان. الله يديم في صحتها يا ربي. هانتوما شفتوا على تعليقه، على سميتو شي حاجه روعه، مع واحد شويه ديال الخبز الكامل. وها هي الوجبه ما شاء الله. وتاكلوا شوف، يعني شي حاجه بسيطه ومفيده. ايوا شفتوا لي البربه تلقى عليا شعورها مدلين. هذا هو الطبق اخوتي. كيجي على هذا الشكل هكا، كنزينوه بالقطع ديال البربه، وانتم زينوه كيف ما بغيتوا. الاهم انه مفيد للصحه. ما تنسوش واحد الخويط ديال زيت الزيتون. وهذا هو الشكل النهائي، ودائما تحت مراقبه ميكا. ها انتم، تلاقي الخير اخوتي، ما تنسونيش بتشجيعاتكم.